تخيل تطلع رحلة بحرية مع أكتر ناس بتحبهم في وسط مية البحر ساحرة علشان تفصلوا من مشاكل الدنيا وتستمتعوا بالهدوء، وفجأة الرحلة دي بتتحول لكابوس مرعب وبتلاقي نفسك محبوس في قفص حديد تحت المية، ومفيش بينك وبين فكين قرش أبيض عملاق غير قضبان حديد بيتدمر مع الوقت. والسبب مش حظك السيء ولا حاجة، ده السبب إن في مجنون قرر يستخدمك كطعم بشري حي علشان ياخد بطار لقصة قديمة ملهاش اي علاقة بيك. استعدوا يا جماعة، الفيلم حلو قوي ويلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل مع ابطالنا. بتبدأ الحكاية مع ابطالنا في الحاضر، مجموعة اصحاب مسافرين لجزيرة مالطا علشان يحضروا فرح واحد صاحبهم، والمجموعة دي فيها ثنائي مهم جدا في قصة النهاردة. بنوتة جميلة اسمها تينا وجوزها اللي اسمه توم. العلاقة بين تينا وتوم مش في احسن احوالها خالص، في بينهم مشاكل وخلافات زوجية حادة جدا، والكل طبعا ملاحظ ده من صحابهم ومأثر على جو السفرية، مخليهم عايشين في نكد. يعني معاهم في الرحلة سادي، وسادي دي تبقى اخت تينا الصغيرة اللي بتحاول دايما تهدي النفوس وتقرب ما بينهم، وتقول لها يا بنتي يا تينا انت مش هتلاقي احسن من جوزك ده اهو، لانه غني ومعاه فلوس ومعيشك في هنا اي بنت بتتمناه. ولكن بنتنا تينا دي غاية مرمطة زي كده، بتبقى عايزة تشتغل وتستقر ويبقى معاها فلوسها الخاصة بيها وما تاخدش منه حاجة. وبيبقى معاهم بقى بقية الشلة اللي رايحين يفصلوا ويتبسطوا، والاصحاب بيقرروا انهم يعملوا فكرة مجنونة علشان يغيروا الجو الكئيب ده ويصالحوا تينا وتوم على بعض بالمرة. فبيضغطوا عليهم علشان يأجروا يخت عملاق كده تحفة فنية ويلفوا بيه لفة في وسط البحر المفتوح بعيد عن الشاطئ بقى والناس. وبالرغم من ان تينا كانت قلقانة ومش مرتاحة ومترددة جدا، ولكن تحت ضغط والحق اختها واصحابها بتوافق في النهاية، وما كانتش تعرف انها بتوافق على تذكرتها للجحيم. بيطلعوا بالمركب في وسط المية الساحرة اللي اي حد بيتمناها، والاغاني بتشتغل والكل بيبدأ يشرب ويتبسط، وتوم وتينا بيقعدوا مع بعض وبيحاولوا يتكلموا ويصلحوا الامور ما بينهم بالتدريج، والهوا الجميل بيلعبهم. ولكن فجأة وبدون اي مقدمات بيحصل خبط عنيف وهزة قوية جدا بتزلزل المركب بالكامل، والكل بيقع من طوله. والكل بيفتكر في الوقت ده ان المركب حصل لها خبط بسيط في صخرة، ولكن الكابتن اللي سايق اليخت بيقلق جدا وبيجري يبص على المية من الحافة، والصدمة هنا ان الخبط ده ما كانش صخرة، ده كان قرش ابيض عملاق وشرس جدا بيحوم في المنطقة دي. والقرش بيلف وبيهجم تاني بعنف ملوش مثيل على المركب، ومن قوة الخبطة والاهتزاز العنيف الكابتن بيفقد توازنه وبيقع من المركب في المية. فالصحاب بيجروا عليه برعب وبيحاولوا يرموله حبل ينقذوه، ولكن القرش بيكون اكل جزء منه وللاسف بيكون بيطلع في الروح. والقرش في الوقت ده ما بيبطلش خبط فيهم، والرعب بيسيطر على المركب خصوصا لما بيكتشفوا انه خبطات القرش دي عملت خرم كبير في جسم اليخت، والمية بدأت تتسرب بسرعة رهيبة جوه المركب، واليخت بيغرق ببطء ومفيش شبكة موبايل، والقرش بيحوم حواليهم في المية مستني حد يقع، وبيكونوا كلهم في قمة الياس والرعب. واليخت خلاص حرفيا بيغرق في المية، والكل بيستشهد وبيقولوا خلاص كلنا ميتين النهاردة. ولكن بطلتنا تينا بتقع في المية، فبينزل توم وراها بسرعة علشان ينقذها، واول ما بينقذها بيحاولوا يهربوا بسرعة من القرش، فبيصادفوا مركب تانية عليها واحد وبيحاول يطمنهم وبيطلعهم من المية، وبيبدأ يشاور لبقية الشلة علشان ينزلوا من المركب بسرعة قبل ما تغرق بيهم ويموتوا. وفعلا بينزلوا بأقصى سرعة عندهم وبيهربوا بسرعة وبيروحوا على المركب التانية وبيقدروا ينقلوا بنجاح. وأول ما بيوصلوا المركب بتاعتهم بتغرق وبتولع، فبيحمدوا ربنا انهم خرجوا منها في الوقت المناسب. وبيطلع من المركب اللي راحوها دي راجل ملامحه حادة وقوية وعلامات الزمن والغضب باينة على وشه، والراجل ده بيعرفهم بنفسه ان هو اسمه روي، وبيبدأ يساعدهم واحد ورا التاني، وهم شوية وهيعيطوا من الفرحة والراحة انهم فلتوا من القرش اللي كان مستنيهم. وروي بيتعامل معهم بهدوء تام وبيطمنهم وبيقول لهم ان هم بقوا في امان دلوقتي على المركبة بتاعته، ولانهم مرعوبين ومجهدين جدا بيقترح عليهم انهم يرتاحوا وبيجيب لهم اكل وعصير علشان يعوضوا السوائل اللي فقدوها، وبيحاول يهدئ اعصابهم. فالشلة بيشربوا العصير وبياكلوا وهما بيشكروا فيه ليل
ونهار وبيعتبروه البطل اللي انقذ حياتهم، لكنهم ما يعرفوش ان الاكل ده متخدر. وبعد دقايق بسيطة جدا من الاكل بيبدأوا الشلة كلهم يحسوا بتقل غريب جدا في جفونهم وراسهم بتلف والرؤية بتبدأ تشوش وبتبعد والحركة بتبقى تقيلة ومش قادرين يرفعوا ايديهم. وتينا بتحاول تقاوم التقل ده، بتبص الروي اللي واقف بعيد بيراقبهم بنظرات باردة وخبيثة خالية من اي ذرة تعاطف. وتوم بيقع على الارض فاقد الوعي تماما، وبتبقى وراه سادي وبقية الشلة بيقعوا واحد ورا التاني. وتينا بتدرك في اخر لحظة قبل ما يغمى عليها انهم وقعوا في فخ، ولكن قبل ما تعمل حاجة بتقع هي كمان في نوم عميق بسبب المخدر اللي روي حطهولهم في الاكل والشرب. وبيصحوا الشلة تدريجيا واحد ورا التاني وبيرجع لهم وعيهم وسط صداع رهيب وقاتل. ولكن الصدمة المرعبة انهم بيلاقوا نفسهم متكتفين ومحبوسين وقاعدين جنب بعض، وواحدة منهم محطوطة في قفص حديد ضيق. وهنا بيظهر روي وهو ماسك السلاح بتاعه وملامحه ما فيهاش اي هدوء، ملامحه اتحولت لجنون كامل وغضب اعمى. والشلة بيبدأوا يصرخوا ويبكوا ويترجوه يسيبه، بيقولوا له احنا عملنا لك ايه يا ابني، انت اتهبلت ولا ايه؟ وهنا روي بيبدأ يتكلم ويصرخ فيهم وبيحكي لهم السر الرهيب وقصته اللي بدأت قبل 5 سنين بالظبط في نفس المكان ده. وبيقول لهم ان قبل 5 سنين كان طالع رحلة رومانسية وجميلة مع مراته وحب عمره على الشاطئ ده، ومراته نزلت تعوم في المية زي اي بنت يعني وفي امان الله. وفجأة ظهر نفس القرش الابيض العملاق ده والتهمها قدام عينه وهو عاجز تماما ومش قادر ينقذها. وبيصرخ فيهم وبيقول لهم ان عقله طار من يومها وان قضى ال5 سنين دول عايش في البحر بهدف واحد بس، انه يصطاد القرش ده ويقتله وياخد بطار مراته اللي ماتت. ولكن لان القرش ده ذكي جدا ومش راضي يقع في اي فخ من الفخوخ التقليدية، روي بيكتشف ان القرش ما بيتحركش ولا بيقرب غير لو شم ريحة دم وطعم بشري حي بيتحرك قدامه، وعلشان كده هم اللي هيكونوا الطعم البشري ده. فببرود تام وجنون بيشغل الرافعة الحديدية للمركب وبيسحب اول قفص فيه واحدة من صحابهم وبيبدأ ينزله ببطء في المية وسط صرخات الرعب اللي بتزلزل المركب. والقرش بيشم ريحة الحركة والدم اللي روي رماه في المية وبيظهر على طول بفك مفتوح وبيهجم على القفص الحديدي بعنف رهيب. وطبعا البنت بتتحول لطعم حقيقي والقرش بيبدأ يكسر في قضبان القفص علشان يوصل للبنت. وروي واقف طبعا فوق ببرود وماسك بندقية الصيد ومستني اللحظة المناسبة علشان يضرب القرش لما يقرب من السطح. وتينا وتوم وسادي بيعرفوا ان دورهم جاي وما فيش محال انهم يهربوا وان روي هيضحي بيهم كلهم واحد ورا التاني لحد ما يقتل القرش اللي هو عايزه. وبيفضلوا يحاولوا ازاي ينقذوا نفسهم وواحد بيجر واحد لحد ما توم بيهجم عليه بعد ما قدر انه يفك نفسه. ولكن للاسف روي بيزقه في المية وبيبقى كده عارف ان هو خلصان بسبب القرش وان هو كده هيتاكل من غير مجهود. وبتنجح تينا فعلا في فك الرابطة بتاعتها وبتبدأ تفك اختها سادي في السر من غير ما روي ياخد باله وهو مشغول بضرب النار على القرش في المية. وبتحصل مواجهة عنيفة جدا على المركب بين تينا وروي المجنون، وتينا بتهجم عليه وفجأة بحديدة وروي بيكون قوي جدا وعنيف وما بيترددش انه يضربهم. ولكن الرغبة في الحياة بتخلي تينا تحارب بكل قوتها في وسط الخناقة دي. وتينا بتصرخ وهي شايفة جوزها في المية والقرش بيقرب منه. اما سادي بتنجح في تشغيل الرفعة ولكن روي بيفوق وبيهجم على سادي بعنف وبيضربها. وتينا في اللحظة غضب ويأس اعمى بتدفع دوي بكل قوتها ناحية المركب، ولكن روي بيقدر ان هو يسيطر عليهم وبياخد تينا وبيحطها في القفص وبيقول لها ان الدور جاي عليك يا حلوة، وفعلا بينزلها. والمفاجأة ان تينا الوحيدة فيهم اللي ما بتعرفش فعلا تعوم نهائي وبيبقى خلاص عارف ان هي هتموت. وعلى حظها الاسود ان الحديدة بتتفك وبتنزل لأعماق البحر. ولكن المفاجأة اللي بتحصل ان توم بيطلع عايش والقرش ما قتلهوش ولا حاجة وقدر ان هو يهرب منه وبينزل بسرعة علشان ينقذ مراته وبياخدها وبيروحوا على مركب صغيرة قدر ان هو يقعد فيها وبيبدأوا هما الاتنين يروحوا علشان ينقذوا سادي. واول ما بيطلعوا المركب بيقدروا يسيبوا روي والتلاتة بيهجموا عليه وبيواجهوه وبيفضلوا يضربوا
بيرغبوا فيه، ولكن بيقولوا خسارة فيه ان احنا نموته ولازم ندوقه النفس اللي كان بيعمله في الناس الابرياء. وفعلا بيرموه في المية والقرش بياكله بطريقة وحشية جدا، بيلف وبيهجم على روي نفسه، وروي بيواجه مصيره المرعب وبيتاكل من نفس الوحش اللي دمر حياته، وكأن البحر قرر يعاقبه على جنونه وتضحيته بالناس الابرياء. اما بقى تينا وتوم وسادي بيو على ارض المركب وهم مجهدين ومصدومين ومصابين، ولكنهم نجوا بصعوبة جدا وبيبصوا لبعض وبيقربوا من بعض، والمشاكل والخلافات اللي كانت ما بينهم بتنتهي تماما بعد ما شافوا الموت بعيونهم وعرفوا قيمة وجودهم مع بعض. والمركب بدأت تتحرك بيهم بعيد عن مكان الكابوس. اما القرش بقى بيختفي تماما تاني في اعماق المحيط. وبكده بتخلص حكايتنا المرعبة النهاردة. وقبل ما تقفلوا الفيديو عايزة اقول لكم نصيحة من قلبي، الرعب الحقيقي في الدنيا دي مش دايما بيكون جاي من الوحوش اللي تحت المية او القروش المفترسة. ساعات الرعب الحقيقي والوحش الاكبر بيكون عايش جوه قلوب البشر لما يعميها الغضب والانتقام. علشان كده بلاش تخلي الغضب يسيطر عليك لدرجة انه يحولك لوحش اللي انت نفسك كنت بتحاربه. لو عجبتكم قصة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك جميل والاشتراك المتين في حكايات روما، وشير الفيديو علشان يوصل لكل اصحابكم، واشوفكم في حكاية جديدة. سلام.